الحصل شنو لقوات درع السودان في سيالة؟ هل إصابة كيكل ده الكلام ده حقيقة ولا لا؟ لأنه القوات درع السودان نفذ عملية عسكرية داخل مدينة سيالة واستطاع إنه يرد ويخسر الميليشيات خسائر كبيرة جدا. صلاة كل على النبي وشيركم وليكم ما تنسوا المتابعة والإكسبلور. خليني أديكم تفاصيل هذا الخبر المؤكد. قوات درع السودان نفذ عملية عسكرية شرسة جدا في منطقة سيالة وقدروا إنه يحتموا قدرات العدو ويكسروا شوكته في المنطقة، وتم تدمير القوة البشرية والإعدادية والحربية والمركبات دي كله لحد هنا تمام. القوات دي انتصرت في البداية واستطاع انه يمشي ابو اغلى الكيكل ويحتفل معه. الحاجة اللي ما صح انه التصوير ثم التصوير، الناس اللي صوروا ابو عقل كيكل والفيديو لافي في السوشيال ميديا ما تم بعد الفيديو دي 20 دقيقة تم استهداف قوات درع السودان بوابل من المسيرات اللي أدى إلى إصابة طفيفة لقائد أبو عاقلة الكيكل. كل قوات درع السودان انتم ما أول مرة تحاربوا مع الجنجويد، أي منطقة سيطرتوا عليه وكلمنا 1000 مرة ممنوع التصوير. الحاجة الثانية أمنوا نفسكم، لو لقيتوا ما في قوة مقتلكم انسحبوا. ودي حاجة كويسة جدا انك انت انتصرت على العدو، شلت عرباته شيل فكك انسحب. لو ما لقيت قوة يقتلك دي حاجة ضروري. لكن كل مرة تنتصر بعد ذاك تجي تتجمع في الاحتفال تصور ترفع الاحداثيات، انت بيدقوك، انت بتخسر اكتر من العدو. الكلام دي ما صح منكم. وابو عقلك هيك كلمناك 1000 مرة انه جواك في غوانة، كل ما تظهر في مكان صورتك يظهر بيندرب في شنو يعني. يا اخي من المفترض تفكر اكتر من الناس. تهيأتي لكم 200 عربية في 30 دقيقة، 200 عربية بتاع الجنجويد أولاد أبقرجة كملوها في كردفان في 30 دقيقة واستلموهم حي وميتين، ما خلوا فيهم نفاخ النار. ديل انتهوا من جنجويد في جبال أبو سنون، وانتهوا من الجنجويد في منطقة هبلة، وانتهوا من الجنجويد في منطقة سميمة. سيلاتكم على النبي وشيركم ولايكم وما تنسوا المتابعة والاكسبلور. خليني أديك أبطال المشتركة الليلة قلعوا سنون الجنجويد كيف. معركة الليلة دي انتهت من مجموعات كبيرة جدا، مجموعة 53 زايلة، مجموعة 52 زايلة، مجموعة 32 زايلة، مجموعة 24 زايلة ومجموعة 43 ومجموعة 70 انقرضوا تماما. قلت لك 200 عربية في 30 دقيقة. القوات المشتركة دي استلم قائد بتاع ميليشيات الدعم السريع هسه حاليا وفي معاملة كيف. وأنور قبة قايد في النهوض. الناس قالوا له افزانا يا انور قبة مشتركة كمل ايانا، قال لا انا فاتح لهم صندوق يخشوا وانا اعمل لهم شرق امزريته وما بمرقوا. مرق من هناك ده الرد دارفور وقساله اخر نهايه قال لهم هيك وين يا زول انا ذات طياره تاردني. بل والله العظيم شغل ده تاني ما ينوم اديك بس.